شباب هذا المنظر نشوفه من هاي الجلسة الجديدة اللي فتحناها. شنو رايكم بالشغل؟ اسوي لكم اسرع فيديو موجود راح اضرب القوانين كلها بعرض الحائط. ليش كنت ما اسوي فيديو؟ قناة اليوتيوب يقول لي جاي تروج على التبغ والمعسلات، فهي لو مسدودة لو نشتغل. هنسوي لكم هسه فيديو سريع. شباب بداية الفيديو خلينا نحكي لكم كم شغلة. انت اول شيء تابع الفيديوهات ازيد شيء تستغل وقتك ازيد شيء على التيك توك لو على اليوتيوب. السبب لان اليوتيوب صحيح عندنا بيه فوق 100,000 مشترك، بس يعني القناة شلون لان نشرنا بيها وما سويناها زائد 18، لان زائد 18 لازم الا عندك حساب يلا شوف الفيديو، فاعتبر ترويج للدخان. منعه يعني هواي فيديوهات مسحتها كلش هواي. هسه انا حسوي لكم فيديوهات بطريقه جديده اللي هو ما نخلي النراقيل تبين والدخان تبين. يعجبكم هيك شيء لو ما يعجبكم؟ وقل لي بالتعليقات على شنو تباوع على الفيديوهات زي شيء على التيك توك لو على اليوتيوب. راح اعطيك خلطه عشو نعناع يعني انت تسويها. حاول تتفنن يا اخي، كل واحد عنده ذوق، خاصه لما يفتح الكوفي. انا شفت بانه خاصة من فتحنا كافي بان الناس عندها هواية اذواق، يعني ذوق عن ذوق. يعني عندك بالنعناع بالفانيلا، عندك نعناع بدون فانيلا، عندك نعناع بارده، عندك نعناع حاره، نعناع طاغي، نعناع مو طاغي، واي. فانت حاول تسوي انت الخلطات بعد بيدك. انا اعطيك ستاندرز تمشي عليه. مثلا اليوم انت مليت من عندك نعناع الباكيت اللي تشتري، شركات تعطيك قوية مال عليك وشركات قوية مال نعناع، وانت تسوي الخلطة. خلطة تفيدك انت تسويها، بس راح اعطيك المقادير. شلون استاذي؟ هذول يحششون عليه وانا ضوج من واحد يباع عليه انا الصور. شباب نرجع لموضوعنا. طبعا وايد يجون شباب يردون شغل، يعني هذا شيء حلو وشيء محزن بنفس الوقت. المحزن بالموضوع بان هو ماكو شغل. يعني اليوم انا تقدر اريد اشغل مثلا بالقاعه، تقدر تريد تشغل. يعني هسه احنا عندنا 8 عمال، يعني تدريجيا خاصة راح تكمل المدارس كلش هواي. نرجع لموضوعنا والشعر. انا ما احب هيك اصور شعر، خلينا نروح على الشعر واجيكم. هاي مشرطة اول. شباب انا حنطيك خلطة انت تسويها بالبيت، اعطيك ستاندر العلش والنعناع الماشي، بس بنظام خلط العلش والنعناع. وطبعا هذا النظام كلش ناجح، يعني احسن ما تاخذ علش ونعناع مخبوطة. البواكيت الستاندر بالعلج، مزايا علج، فاخر علج، اماسي علج، العلج العادي والعلج المثلج، العراب العلج. هذني شركات قويه بالعلج، العلج مالتهم كلش قوي وطيب. النوعيات القويه بالنعناع، نعناع دندش، نعناع فاخر، نعناع اماسي مثلج، نعناع عراب، يعني لا باس. اليوم اذا انت تريد تقول لي اريد اخبط علج ونعناع، انا اسويها علج واحد ونعناع واحد واطلع الخلطه. مع العلم انت بكيفك تريد تزيد النعناع او تريد تخفض النعناع، بس يعني بطبيعه الحال النعناع طيب بالخلطه اذا زاد. 3 بواكيت علج، باكيت نعناع. شباب 3 بواكيت علج، باكيت نعناع. البواكيت العلج اللي قلت لك اياها المزايا، يا اما الفاخر يا اما العراب، مو مشكله. الباكيت النعناع يا اما دندش يا اما الفاخر، العراب اللي يراد النعناع الخفيف، الدندش اللي يريد النعناع القوي، الوسط الفاخر. تريد انت تضيف بعد باكيت وربع نعناع، تريد تخفض النعناع للنص باكيت، هاي تبقى يمك. هاي خلطة عندك نعناع. طيب هذا اسرع فيديو يمكن يوصلك ساعة تحكي اسرع فيديو، بس راح استخدم وياكم هيك نظام. طبعا ما ارفع خلطة اذا ما مجربها، ماكو خلطة احكي لك اياها هنا تطلع سوالف، بس هي مجربة. ما الشباب خلينا نشوف الولد شو يسوون ونختم الفيديو. هسه كالشغل الولد محضرين شغلهم، الامور طيبة، ماخذين استراحة قبل الهجمة. الناقيدة يلا اريد ادخل.